السلام عليكم. فيديو جديد ووصفة جديدة. اقتراح اليوم إن شاء الله من ضمن الوصفات السهلة والسريعة. فاليوم إن شاء الله غادي نتقسم معكم وجبة غداء أو العشاء من ألذ ما يكون وأسهل ما يمكن أنكم تجربوا فقط بالبطاطس وكذلك بصدر الدجاج. كتجي لذيذة وسهلة في التحضير، حضروها في آخر لحظة. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم. من طبيعة الحال إلا عجبكم الاقتراح ديال اليوم مباشرة غادي ندوز معكم المقادير وطريقة التحضير. فبسم الله على بركة الله. هنا عندي واحد الكميه ديال البطاطس كيف كتلاحظوا، عندي تقريبا واحد الكيلو او لا كيلو قل ربع. فبالنسبه للكميه ديال البطاطا كتبقى على حسب عدد الافراد العائله، نتوما كتحكموا في القياس اللي بغيتو. درت هكا 3 ديال الحبات ديال البطاطس اللي الحجم ديالهم كبير، فغادي نقطعهم كيف كتشوفوا دوائر اللي كيكونوا ماشي رقاق بزاف بحال الشيبس وما كيكونوش غلاظ اكثر من القياس. صافي هنايا غادي نقطع البطاطا ديالي كامله كيف لاحظتوا، وغادي ندوز باش ندير ليها التوابل. بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو توابل اللي قليله، ما غاديش نديرو بزاف ديال المكونات. هنايا عندي من طبيعه الحال الملحه اللي غادي نضيفها، كذلك غادي نزيد شويه ديال البزر، واحد الكميه قليله ديال البزر، وغادي نزيد كذلك 2 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. ممكن تعوضوها بزيت نباتيه، كيبقى لكم الاختيار. فانا هنايا غادي نضيف زيت الزيتون، فغادي نضيف 2 ديال المعالق زيت الزيتون اللي كتكون كبيره. هنايا غادي نضيف واحد الكميه من الكزبر ومعدنوس اللي قطعتهم من قبل، وغادي نحتفظ واحد الكميه اللي غادي ندير بها الدجاج. صافي هنايا كمنسم غادي نزيد الزعتر اللي غادي نحكو. فبالنسبه هنايا للزعتر ممكن تعوضوه بالزعتر، كيبقى لكم الاختيار. ممكن تستعملوا كذلك الاعشاب المنسمه اللي كتكون هكا فيها مجموعه ديال الاعشاب. صافي هنايا غادي نحرك هذاك البطاطا، هنايا غادي نحركها مزيان مزيان كيف كتشوفوا باش كتلبس بدوك التوابل وكذلك داك الزيت اللي ضفنا، ومن طبيعه الحال حتى داك القزبر ومعدنوس. صافي هنايا ها هي البطاطا ديالنا واجده، راه دغيا البنات كتحضروا هاد الوجبه هذه ساهله وما فيهاش بزاف ديال التكاليف. صافي غادي ناخذها وغادي نستفها كيف كتلاحظوا هكا في واحد المول ديال الزاج اولا صينيه اللي كان عندكم. بالنسبه للمول ما دهنتو لا بزبده ما دهنتو بزيت، فقط غادي نفرش ديك البطاطا وغادي نستفها كيف كتلاحظوا هكا كامله على المول. وبالنسبه للكميه ديال البطاطا كتبقى دائما على حسب عدد الافراد العائله والكميه اللي بغيتو نتوما تحضروا. صافي هنايا غادي نستفها كامله هكا، ومن بعد غادي نضيف هذيك ما تبقى من التوابل اولا من هذيك الخلطه اللي درنا للبطاطا، وغادي نخلي المول ديالي على جنب. غادي نرجع لصدر الدجاج. بالنسبه هنايا صدر الدجاج انا خديت صدر واحد، فغادي نقطعوه هكا عشوائيا قطع اللي كيكونوا بحال الشكل ديال الإماسي كيف كتشوفوا. غادي نقطعوا بهذا الشكل هذا كامل، وغادي نديرو في هذاك الاناء اللي خلطت فيه البطاطا، وغادي نبدا نضيف التوابل. هنايا بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملحه، وغادي نزيد كذلك الفلفل الاسود اولا الابزار، وان شاء الله كاملين المكونات غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كيف عودتكم دائما. فراه كلشي كنخلي لكم مكتوب. فغادي نزيد كذلك الفلفل الاحمر، وغادي نضيف كذلك سكينجبير اولا الزنجبيل، وغادي نزيد شويه ديال الكمون. بالنسبه للكمون ما كتضيفوش واحد الكميه كثيره باش ما كيطغاش المذاق ديالو، غير رشه قليله من الكمون. صافي هنايا غادي نزيد الزيت. هنايا غادي نستعمل زيت الزيتون، كذلك غادي نضيف واحد 2 معالق حتى 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وغادي نحرك هاد المكونات. وغادي نضيف كذلك القطرات من صلصه الصوجا اللي كتبقى اختياريه، فإلا ما كانتش عندكم البنات ممكن انكم تستغناو عليها، كتبقى غير اضافه. صافي هنايا غادي نزيد بودره الثوم. استعملت انا هاد الدويمه هذه النصف ديالها، فانتم الا ما كانتش متوفره عندكم ممكن تضيفوا غير فصيص ديال الثوم واحد، ما تكثروش الثومه بزاف باش ما كتجيش مجهده. صافي هنايا غادي نزيد شويه ديال الزعتر، وكي قلت لكم في الاول ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير كامله مكتوبه في صندوق الوصف، فغير ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم. سواء هكا قليبات او لا هكا تعليق طيب منكم فضلا منكم وليس امرا، كتخلوني انني نتشجع وانني نحط لكم مزيد من الوصفات. صافي هنايا غادي نزيد واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف واحد العصره ديال الحامض باش كتخلي لنا الدجاج ديالنا كيجي فتي وكيجي رائع في المذاق. هنايا بالنسبه لهذا الدجاج هذا بغيتو تخليوه هكا واحد الوقت عاد طيبوه ممكن، اولا هكا صافي غير ديروا ليه التتبيله وتدخلوه يطيب. صافي هنايا انا غادي ندير ليه هكا التوابل ديالو ودخلتها طيب وجدتها اللاشة. فراه ما خدتش مني البنات واحد الوقت. حاولوا انكم تقطعوا البطاطا ديالكم شويه رقيقه، ما تخليوهاش غليظه باش دغيا كيدخل لها الطياب.
صافي كناخدو داك الدجاج وكنستفوه بحال هكا في الوسط وكنخليو البطاطا تبان في الجوانب. غادي نغطيه بورق الطبخ ومن بعد غادي ندخلو للفران. كنت مسخناه من قبل من الاسفل فقط، غير الفران ديال الغاز كنسخنوه مزيان تكون النار غير من الاسفل، وكنحطوه في الرف الفوقاني حتى كيدخلوا الطياب. عاد من بعد كنشعلوا عليه من الفوق باش كيتحمر لينا داك الدجاج وكذلك ديك البطاطا. صافي هنايا انا غادي نرافقو بواحد العصير ساهل. خديت هنا 3 ديال الليمونات مع حامضه وواحد البنانه اولا موزه وواحد الكميه قليله ديال حب الملوك، ممكن تعوضوه بالفراوله. صافي هنا غادي ناخذ هاد المكونات كاملين غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي. بطبيعه الحال ضروري ما تحيدوا العليفات اللي كيكونوا فيهم باش ما كيجيكمش العصير ديالكم مر. صافي هنايا غادي نضيف كذلك البرتقال. هنايا راه غير ليمونات صغار، انا ماشي شي ليمونات كبار. ومن بعد غادي نحيد داك الحب الملوك منه العظم وغادي نضيفو. فراه الوقيته ديال الفريزه البنات الا ما عندكمش هكا حب الملوك ممكن تعوضوا به، فراه كيجي عصير رائع ولذيذ بزاف. فانا كانت عندي واحد الكميه فاستعملته بدل الفريز. صافي غادي نحيد منه داك العظم اللي كيكون فيه، ومن بعد غادي نضيفو على ما تبقى من المكونات. وغادي نضيف هنايا 3 ديال المعالق ديال السكر. وصافي غادي نطحن العصير ديالي ومن بعد غادي نصفيه باش نحيد منه كاع الشوائب. فانتم الا ما بغيتوش تصفيوه كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه ليا ضفت ليه هنايا نصف لتر من الماء وغادي نصفيه وتيكون هذا هو الشكل ديالو. البنات راه عصير لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. هكا كنبغيو وصفات اللي ساهلين وسراعين في التحضير. من الاقتراحات ديال اليوم اللي شاركت معكم ينالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم. هنايا غادي نقدم معكم كذلك الطبق من بعد ما خرجته من الفران. تيكون هذا هو الشكل النهائي، كيجي محمر ورائع ما تشبعوش منه البنات، وسهل سهل في التحضير ولذيذ من طبيعه الحال. ديك التوابل اللي كنضيفو كنصحكم انكم تجربوه. شكرا بزاف على المتابعه وشكرا بزاف على كلماتكم الطيبه. دمتم في رعايه الله وحفظه. قبل ما نسالي معكم الفيديو كذلك غادي نوريكم العصير ديالنا كيف جا. الا بغيتوا بحال هاد الوصفات غير ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وتخليو لي ان شاء الله تعاليقكم، فغادي نشارك معكم بحال هكا وجبات اللي ساهلين وفي المتناول وسراعين في التحضير. قبل ما نسالي معكم الفيديو فغادي نذكركم بعض الوصفات اللي شاركت معكم في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.